خبرنا التالي غريب شوية لكن موثق بتقرير عشان تشوفوا بنفسكم يعني. فليس من المألوف أن ينسجم الأوروبيون مع أنغام الدبكة السورية أو اللبنانية، لكنه استثناء حدث مع المطرب عمر سليمان مغني الدبكة والفلكلور الآتي من الحسكة السورية. فعمر سليمان استطاع أن يحدث ما يشبه غزوا ثقافيا لا يظهر أثره إلا في الحفلات التي يقيمها في أوروبا. الزميل جميل ظاهر تعقبه في هذا التقرير، نتابع. بات سهلا على العلماء أن يتفحصوا أثرا عمره ملايين السنين، لكن من الصعب أن يفسر أحد ظاهرة كظاهرة المغني عمر سليمان. هذا هو، ومن دون قصد على ما يبدو وبإطلالة نفذت إلى العالم لتطل من أعلى المنابر بطريقة لم تقدم أي تنازل في الشكل أو المضمون. لم يكن لأحد أن يتوقع أن تصبح أغاني الكباريهات وأغاني محطات الميكروباص وسيارات التاكسي الشعبية الأقرب إلى قلوب وعقول العالم الغربي الذي بقي على مسافة من موسيقانا ومن كل محاولاتنا الجادة والفاشلة في إرضائه أو كسب وده. يعني هيك الحركة هاي بشغل الجمهور فيها. في عالم بيشتاقون هيك يقربوا علي، أقول لهم هيك أو أحركهم هيك أو صفقوا. هاي الحركات. عمر سليمان لو كان في الحسكة الآن لأجبر على ابتلاع كل حسك السمك المتوفر نتيجة لكونه يحث على الفسق والفجور في أغانيه حسب رأي القيمين على الآداب العامة من تنظيم داعش. لكن المصيبة السورية دفعت بهذا المغني أن يصبح نجما تتسابق محطات التلفزة والباحثون عن أنغام جديدة إلى التمسك بهذا المغني الخاص. وين والحبيت وين واللي يشبه خشب الضامر حجات بعينه. بهذه الأنغام الكردية العربية ينضم عمر سليمان أو يسبق زميله شعبان عبد الرحيم عدة خطوات قد تجعل منه نجم روك في شوارع نيويورك. جميل ظاهر، العربية. أهلا وسهلا بك يا نور العين، قرب تحب خدودك.